من سنة تقريبا جوزي نقل أغلب شغله لمصر وبقى دايما يسيبني أنا والولاد ويسافر على مصر، وأنا في الفترة دي ابتديت أحس إنه متغير معايا. دايما بيتعمد يتجاهلني، ما بيحبش يتكلم معايا، ولما بطلب منه يجي وأقول له وحشتني يقول له أنا مش فاضي. كل ده خلاني أشك فيه، وقررت إني أتكلم مع مدير أعماله اللي بيروح معاه في كل مكان يروحه. ولأن مدير أعمال جوزي كان شغال مع أبويا محبش يزعلني، وقال لي شوفي بس انت عايزة ايه وانا هعملهولك. قلت له بكل بساطة انا عايزاك تجيب لي خط سير جوزي، الفترة دي انا مش مرتاحة وحاسة ان في حاجة غلط، خصوصا انه كان بيخلص شغله في مصر وبيرجع، انما الفترة دي ما بقاش حابب انه يرجع خالص. قال لي اديني اسبوع بالظبط واكون جايب لك كل التفاصيل، ولكن بالله عليكي جوزك ما يعرفش اي حاجة، يعني لو في اي حاجة غلط بيعملها بلاش تجيبي سيرتي او تقولي له ان انا اللي عرفتك، لانك كده هتقطعي عيشي. قلت له خلاص ماشي ما تقلقش. بعد ما قفلت معاه ابتديت اربط كلامه ببعض، وابتديت احس ان في حاجة هو عارفها ومش عايز يقولها لي او خايف يقولها لي. رجعت اتصلت عليه تاني وقلت لي قولي اللي عندك. قال لي مش قلت لحضرتك اسبوع وارد عليكي؟ قلت له الكلام ده مش عليا، انا بديكي الامان وبقولك احكي وما تقلق. لقيته بيقول لي بخوف وبتردد بصراحة جوزك متجوز من واحدة مصرية بقاله سنة، بيحبها جدا وهي حاليا حامل وعلى وش ولادة، علشان كده مش عايز يجي. وفضل يحكي لي تفاصيل كتير جدا، مش قادرة اقول لكم انا كنت عاملة ازاي بعد الكلام اللي سمعته. انا عمري في حياتي ما كنت اتخيل انه ممكن يتجوز عليا او يعمل فيا حاجة زي دي. حاليا انا مش عارفة اتصرف ازاي، وما قلتلوش ان انا عرفت، ولكن كل اللي في بالي دلوقتي اني عايزة ارجع جوزي ليا انا وعيالي تاني، وعايزاه يطلق البنت المصرية اللي اتجوزها من ورايا.